حفنة واحدة بس على الشاي هتوقفكم على رجليكم من تاني، مهما كنتوا لفيتوا على دكاترة كتير وخدتوا بدل النوع 10 انواع من العلاج وبرضه مفيش نتيجة. الكل اجمع ان انتوا لازم توصلوا لعملية جراحية. طب انا بقول لكم بس ادوا لنفسكم مهلة ان انتوا تستخدموا الوصفة دي. ولو قلت لك ان انت هتشوفي نتيجتها بعد ساعة ولا ساعتين ولا حتى 10 دقايق، يبقى انا والله بكذب عليك، لانك هتشوفي نتيجتها في خلال دقيقة واحدة بس. ايوه دقيقة واحدة بس. الوصفة معجزة، الوصفة سريعة جدا ومفعولها سريع، وكمان هي عبارة عن مستخلص كل الأدوية اللي انتوا حاولتوا تاخدوها قبل كده. بس الفرق ان دي وصفة طبيعية 100%، مفيش أي عليها مواد كيماوية وببلاش تعتبر. تعالي أقولك على الحفنة دي عبارة عن ايه وتستخدميها ازاي. بس طبعا أتمنى ان الفيديو لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة. كمان بقى يشرفني ويسعدني انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفة وطبخة مع لولا. يلا بينا نشوف المكون اللي احنا هنستخدمه النهارده وعبارة عن ايه. واهم حاجه ان انتوا تركزوا معايا كويس قوي وتشوفوا طريقه التحضير، لان هي عليها عامل كبير جدا في ان الوصفه تنجح معانا. الحفنه اللي معايا النهارده بفضل الله موجوده في كل بيت، مفيش بيت في الوطن العربي كله ولا مستوى العالم كله مش موجود فيه الحفنه ده، بالاضافه لان هي موجوده ومتوفره ومش هتكلفكم اي حاجه تماما. كل اللي انتم محتاجينه يعني بصوا والله اقل من جنيه في اليوم، ومع تحضير كوبايه شاي بطريقه معينه طبعا عن اي كوبايه شاي احنا بنحضرها والحفنه دي، وشوفي النتيجه قدام عينيكي. اهم حاجه بس ان انتوا تستخدموا الوصفه دي لمده 3 ايام يعني متتاليين. يعني ما ينفعش مثلا ان انا استخدمها السبت وهسيبها الحد وبعدين ارجع استخدمها الاثنين واسيبها الثلاث، لا 3 ايام متتاليين. وطبعا لو في حاله مرضيه او في الم فقرات او في نقرس او في الم ركبتين وكمان الم في الساقين، فطبعا احنا نستمر عليها من اسبوعين ل 17 يوم، هتديكم نتيجه فوق الممتازه فعلا. هتوقف اي الم، وكمان مش بس كده، هي كمان بتساعد على بناء العظام وبتخلص الجسم من حاجات كتير هقول لكم عليها. بس تعالوا بينا نشوف طريقة التحضير الأول وبعدين هقول لكم الحفنة ديت بتعمل ايه. نقول بسم الله. واول حاجه بقى هحضرها هي كوبايه الشاي. هجيب اي مج يكون موجود عندنا، بس المهم ان هو يكون 250 مللي بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده، وهنزل عليه بمعلقه من معالق الشاي. بس بصوا معلقه تكون مليانه بالطريقه دي، ولازم يكون شاي ناعم يا جماعه. شايفين منظر الشاي ناعم جدا بالشكل ده. شايك مش ناعم بالطريقه دي خديه في المصحنه بتاعه الخلاط ونعميه قوي زي ما انا عملت كده. باخد معلقه من معالق الشاي مليانه. احنا اتفقنا ان دي كوبايه شاي مختلفة عن كوباية الشاي العادية بتاعت اليوم. معايا طبعا هنا مية انا غلياها. طبعا الشاي ما ينفعش هو اللي ينزل على المية المغلية، لا المية المغلية هي اللي بتنزل على الشاي. بنزل بيه المية المغلية بالشكل ده كده. وطبعا مع ان هو كوبايه شاي بس هي مختلفه لان احنا مش بنستخدم اي تحليه. يعني مثلا مفيش سكر، مفيش عسل، مفيش حتى سكر دايت، مفيش اي نوع من انواع التحليه تماما. تمام او كده كده الشاي بقى جاهز معانا. تعالوا بينا بقى نشوف المكون اللي احنا هنضيفه. ودلوقتي بقى جاهزين ان احنا نضيف الحفنه بتاعتنا. طيب الحفنه بتاعتي هي عباره عن ايه يا جماعه؟ ده الكمون الحصى. الكمون الحصى باخد منه معلقه كده من معالق الشاي تكون مليانه. ده بيكون شكله بيكون لونه فاتح كده، بلاش نجيب اللي هو مدي للبني الغامق الاسود ده. لا ده مخزون لمده طويله، ده نوع من ضاف ليه حاجه. خليكم في الكمون البلدي اللي بيكون حبته رفيعه بالشكل ده، وده بيكون لونه. بقرب لكم بس من الكاميرا علشان تشوفوا لونه ايه. باخد منه معلقه من معالق الشاي بالشكل ده اللي هو بقى ما يعادل ايه الحفنه. شايفين الكميه دي؟ باخدها كده على الشاي، وطبعا الشاي لسه سخن. بديله تقليبه وايد بقى بتقلب، والايد التانيه في معايا كوبايه عشان اغطي بيها مباشره. طب احنا بنغطي مباشرة ليه؟ طبعا عشان الشاي فيه زيوت متطايرة وكمان الكمون فيه زيوت متطايرة، وبنسيب الشاي على الكمون ده مدة بقى ما تقلش عن ربع ساعة كاملة، 15 دقيقة. طيب الوصفة دي احنا هناخدها امتى؟ الوصفة دي يا جماعة بناخدها قبل النوم. نتيجتها بتكون هايلة جدا كمسكن للألم، كمان لتخلص الجسم من السوائل الزايده للناس اللي عندها تورم، الناس اللي عندها تورم في القدمين، الناس اللي عندها تورم في الركبتين، الناس اللي عندها ارتشاح في منطقه الالتهاب. ده بالاضافه كمان ان هي فيها ان الكمون مع الشاي في انزيم، الانزيم ده بيساعد العظام على الالتئام. الناس اللي عندها قصور دايما تلاقوا الدكاتره تنصحهم بشرب الكمون يا اما منفرد يا اما مع الشاي. بس افضل طريقه ناخد بيها الكمون هي ان احنا نضيفه على الشاي. نتيجته بتكون هايله جدا وسريعه جدا. اهم حاجه التزموا بيه من 14 ل 17 يوم بتكون النتيجه فوق الخيال. ومهما كان
كان السن، الوصفه دي بتجيب معاه نتيجه. اهم حاجه تحضروها بالطريقه الصح وتستمروا عليها فتره وما تقلش عن 17 يوم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه. 5 حبات على الزبادي وعينك ما تشوف الا النور. انا عارفه ان انت ما شفتيش الوصفه دي قبل كده ولا حتى جربتيها، بس هي دي بقى مستخلص كل الادويه اللي انتوا بتاخدوها. الشريط الواحد دلوقتي وصل ل 390 جنيه. طب وعلى ايه؟ انت ب5 حبات بس وعلبه زبادي، اصغر علبه زبادي، وشوفي النتيجه قدام عينيكي. هتوقفكم على رجليكم من تاني مهما كان سنكم عدى 70 سنه كمان. تعالي اقولك على الوصفه اللي محدش هيقولك عليها ابدا. بس اتمنى الفيديو ده بقى لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوه، وكمان يشرفني ويسعدني انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفه وطبخه مع لولا. اول حاجه انا معايا علبه زبادي ومعايا 5 حبات، بس اهم حاجه ان احنا نحضر الوصفه صح عشان تجيب معانا النتيجه المطلوبه. الوصفه دي مستحيل تلاقوا حد بيقولها ابدا، لان الوصفه دي وصفه طبيه مشهوره بتتكتب كده على روشته الدكاتره. وكمان بامكانكم ان انتوا تعملوا بحث كده وهتشوفوا يعني فعلا الوصفه دي ملهاش بديل ابدا وملهاش مثيل. الوصفه دي هي مستخلص كل الادويه اللي انتوا بتلفوا عليها دلوقتي ومش موجوده. كمان مش بس كده، الوصفه كمان سريعه جدا، يعني مفعولها ممكن يكون اسرع من الادويه. انا مش هقولك بقى ان مفعولها بعد يوم ولا 2 ولا 3، مفعولها في خلال 10 دقايق. ايوه، يعني قبل ما تخرجوا من الفيديو هتشوفوا النتيجه قدام عينيكم. اهم حاجه ان احنا نطبق الوصفه صح. وكمان المهم ان احنا كميه الزبادي اللي احنا هنستخدمها تكون كميتها قليله. يعني دي اصغر علبه زبادي، مش محتاجه كميه كبيره ولا حاجه. طب انا مثلا عامله الزبادي في البيت، هاخد منه معلقتين بمعالق الشاي العاديه. كمان في حاجه، لو الزبادي بتاعنا عليه ماده دهنيه او عليه وش، هنبدا ان احنا نشيله بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. هبدا ان انا ارفع الوش كده، حتى لو مش عامل طبق ارفعه، لان دايما الكميه او الدهون الموجوده في الزبادي دايما بتكون كده على الوش ده، احنا كلنا عارفينه. فهبدا ان انا اشيل وش الزبادي، وتعالوا بقى نشوف احنا هنحضر الوصفه ازاي. واول مكون بقى هنبدا ان احنا نضيفه، وهو نص معلقه من معالق الشاي من القرفه. ودي القرفه يا جماعه بجيبها من عند العطار سايبه كده، يعني ده بيكون شكلها. لو لقيت ان القرفه فيها نقط سودا كده اعرف ان هي مش كويسه، وكمان مخزونه لمده طويله. باخد منه نص معلقه بس، نص معلقه كده بضيفها على الزبادي، وببدا ان انا اخلطهم بحيث ان هو ما يكونش فيه اي اثر خالص للقرفه، يكونوا الاتنين خليط واحد بالشكل ده، واحده واحده كده. وبنبدا ان احنا نخلطهم الاتنين مع بعض بالشكل ده كده. تمام قوي كده. اهم حاجه ان انا اتاكد ان هما يمتزجوا مع بعض كويس قوي. بعد كده بقى هجيب ال5 حبات اللي معانا. طبعا ال5 حبات بتوعنا هما ايه دول؟ 5 حبات من الهيل. 5 حبات من الهيل، او احنا بنقول عليه هنا في مصر الحبهان، بس مش بينضاف كده حبات زي ما هو. ركزوا معايا وشوفوا الطريقه. هنسيب بقى الزبادي كده على جنب بعد ما خلطنا عليها القرفه، وهبدا ان انا اجيب الحبات اللي معانا والحب اللي معايا. هبدا بقى ان انا افتحه بالشكل ده كده، وهخرج منه الحبوب الصغيره دي اللي هي اصلا بتكون الفايده كلها فيها، وافصص الحبوب بالشكل ده. اما الغلاف اللي بره ده برده مش هيترمي ابدا، الغلاف ده لازما يتبلع. فببدا ان انا اقسمه كده، شايفين، لقطع صغيره بالشكل ده. ممكن نستخدم كمان المقص في الخطوه دي لو انتوا حابين. بعد ما قسمته بالشكل ده هعمل بقى ال5 حبات بنفس الطريقه. تمام كده. هكمل بقى بنفس الطريقه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهقول لكم هنعمل فيه ايه تاني. بصوا بقى، بعد احنا ما فتتنا الحبهان بالشكل ده او الهيل، هبدا ان انا انزل بيهم بالطريقه دي كده على الزبادي، وبعدين ببدا ان احنا نخلطهم تاني بالشكل ده. اهم حاجه كل مكون انا بضيفه وببدا ان انا اخلطه تاني بالطريقه دي. عاوزه اقول لكم بقى ان الزبادي دي يعني مش بس لها فايده واحده، لا، انتوا هتشوفوا الفوائد دلوقتي وهتشوفوا اكتر لما تستخدموا الوصفه. اخر مكون معايا بقى وهو معلقه واحده من زيت الزيتون. بس اهم حاجه ان زيت الزيتون اللي نستخدمه يكون زيت زيتون بكر، يعني معصور كده عصر على البارد. هبدا ان انا اخد منه معلقه كده بالشكل ده،
ونبدأ نخلطها بقى مع الزبادي كويس جدا. يبقى انا كده ضفت 3 مكونات، نص معلقة من القرفة، وعليها 5 حبات من الهيل او الحبهان، عليها كمان معلقة من زيت الزيتون. وبكده تكون الوصفة بتاعتنا بقت جاهزة. نبدأ ان احنا ناخد الوصفة دي على الريق الصبح اول ما نصحى من النوم. الوصفة دي تعالوا اقول لكم على الفوائد اللي لا تعد ولا تحصى منها. اول حاجة بتعالج كل مشاكل المعدة اللي ممكن تخطر على بالكم، بتقلل من نسبة الانسولين، نسبة السكر في الجسم، وبتعلي البنكرياس او بتحفز البنكرياس على تكوين او الانسولين كمان. دي كويسه جدا ومفيده جدا لمرضى السكر. كمان هي بتقلل نسبه الكوليسترول في الجسم، وبتحسن من اداء عضله القلب. بالاضافه ان هي بتعلي الحرق وبتمنع امتصاص الدهون، وبتقلل نسبه السموم الموجودة في الجسم للناس اللي بتاخد علاج لمدة طويلة أو مسكنات لمدة طويلة. بالإضافة كمان إن هي فيها نسبة كالسيوم عالية جدا وفوسفور، فالناس اللي عندها لا قدر الله هشاشة في العظام وضعف في العضلات، الوصفة دي حلوة جدا لهم. جربوا الوصفة، أنا متأكدة إن هي تعجبكم أوي.